9 أحلام لا تحكيها لأي شخص. ليه بقى؟ الأحلام يا جماعة خاصة بالجميع، رجل وامرأة ومطلقة وأرملة وعزباء. ليه ما حكيهاش لأي حد؟ لما فيها من خير عظيم هتحسد عليه. لو حكيتها هتتحسد على الحاجة دي ومش هتتحقق. شوف الحلم من ده واسكت خالص، وإن شاء الله بشرى عظيمة ليك. تعالوا بينا نعرف ايه هما ال9 أحلام دول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في تفسير أحلام مع دكتورة عزيزة السمري، خبير التفسير الرؤى والأحلام. أهلا بك يا دكتورة عزيزة. أهلا وسهلا. 9 أحلام لا تحكيها لأي شخص حتى لا تحسد عليها. ما هي؟ في هذا الفيديو يا حبايب قلبي سوف أتحدث معكم عن 9 أحلام. هي طبعا أحلام كثيرة جدا، ولكني أنا اخترت 9 من بين الأحلام الجميلة التي لا تحكيها لأي أحد حتى لا تحسد عليها، لأنها جميلة جدا. فإذا حكيتها أنت كده هتتحسد والرؤية لا تتحقق. فهنا حتى حبيبنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام يعني قال الرؤية مش تحكوها إلا لإنسان بيحبك أو إنسان عالم بالتفسير، أو يعني يقصد لا بيه. فهنا يا حبايب قلبي حتى سيدنا يعقوب نصح سيدنا يوسف مش يحكي الرؤيا لأخواته عشان مش يحسد عليه. فالرؤيا الجميلة لا تحكيها إلا الإنسان اللي بتحبه عشان مش تتحسد عليها ويكون بيتمنى لك الخير، أو إنسان عالم بيفهم في التفسير يوضح لك رموز. فهنا هناخد أول رؤية فيها حبايب قلبي، وأول رؤية جميلة وبتبشر بالخير وبالسعادة للإنسان لمن يراها، رؤية الأحجار الكريمة. أن ترى يا حبيب قلبي أنت يا بنتي أو يا الأحجار الكريمة مثل اللي هي إيه اللي بيبقى فيها جواهر كده، بتدل على السعادة القادمة ليك ورضاك في الحياة بشكل عام، وبتدلك على الأمن المالي، يعني هيبقى في مال وخير، وبتدل على العلاقات السعيدة القادمة ليك، وبتدل على أعمالك القادمة فيها ازدهار، يعني علامة معروفة على الازدهار وعلى الثروة القادمة ليك، والمال هيأتي لك لو كنت بتعاني من ضيق في الرزق. والله أعلى وأعلم. بعضها برضو من الرؤى الجميلة جدا رؤية البئر. بئر الماء، بس أهم حاجة يكون البئر ده عشان تبقى فاهمين الرؤى تكون ميتة صافية وجميل. فبتدل على لو انت بتتمنى الزواج على الزوج الصالح هيجي ليك، او انت بتتمنى امرأة بتدل على المرأة الصالحة. اهم حاجة تكون ميتة الماء صافي، وبتدل على المرأة صالحة وهتبقى نافعة، وبتدل طالب العلم على زيادة العلم وعلى الخير، وبتدل على الرجل الصالح، وبتدل على ان انسان هذا الانسان اللي رأى ذو الرؤية انسان هينفع الناس، وبتدل على الذرية للمرأة التي لا تنجب او اتأخرت في الانجاب ورأت البئر وفي ماء. اهم حاجة يكون في ماء والماء جميل وصافي وحلو، فبتدل على الانجاب ليها. فوالله اعلم تختلف الرؤية عن حسب حال كل انسان، والله اعلى واعلم. الرؤية اللي بعد ذلك رؤية خروج البذور من الفم، يعني انت فاتح بقك كده بتطلع منه بذور، او من انفك، او بذور بتطلع من انف الانسان يقوم خايف. لا، في بذور بتطلع من بقه او من انفه او من رجله او من ايديه. فدي رؤية جميلة بس انت مش فاهم معناها، بتدل ان انت انسان ناجح بيجي من وراك خير، لان البذور دي بنزرعها، فبتبقى بتدل على حاجة فيها رزق وفيها خير ليك وخيرك موزع على الكل. والله أعلى وأعلى. طب أو رؤية الإنسان إنه بيزرع بذور، رؤية البذور إن أنت بتزرعها برضو من رؤى جميلة. خروج البذور وزراعتها وفي المنام بتدل على المرأة الصالحة اللي ربنا هيرزقها بالذرية، أو بتدل على طالب العلم على العلم، وإن هذا الإنسان هينفع الناس. فأهم حاجة وبتدل على الذرية الصالحة، وبتدل على الخير لكل من يراها. أو رؤية البستان يا ولاد هي زي الحديقة كده، يرى البستان أو الحديقة ويراها إيه جميلة ومليئة بالخضرة ومليئة بالفاكهة ومليئة، بتدل على البيت السعيد. من يرى هذه الرؤيا وعايش في كربة وتعب فبشرى حياتك القادمة فيها سعادة. البيت هيبقى سعيد والرجل هيبقى سعيد والمرأة سعيدة، وبتدل على الرجل النافع ذو السمعة الطيبة أو المرأة النافعة ذو السمعة الطيبة، وهتعيشوا في هناء وسعد وحياة سعيدة. والله أعلى
وأعلى، فيدهم والله أعلى وأعلم. أو رؤية مصالح التجارية، يعني إنسان يرى روحه في مصالح تجارية، فبيدل على إيه؟ إن هذا الإنسان بيدل على الذرية الصالحة إليه وبيدل على الخير. فهنا الإنسان يصلح الناس أو يدل على المصالح التجارية اللي هي إيه؟ الزرع والأشجار. رؤية الزروع والأزهور والأشجار بتدل على المصالح التجارية، وبتدل على الذرية الصالحة لمن يرى روحه بيزرع الأشجار، وبتدل على المكاسب التجارية والأرزاق للإنسان، وبتدل على الأولاد وهينبتوا نبات حسن، يعني أولاد هيكونوا صالحين وذرية صالحة فتفيد الناس. وبكتفي بهذا القدر يا حبايب قلبي، وبتمنى إذا عجبكم الفيديو أن تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان كل شيء جديد يوصلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.